يا عيني على التعقيم. ما تكبرهاش بقى يا ابو صلاح. الله، قلت لك الظروف حكمت والكيف غلاب يا اخي. يا دي المصيبه على الكيف اللي مضيعك ومضيع مستقبلك يا اخي. يا ابني فوق لنفسك. 100 مره اقول لك مفيش حاجه في الدنيا اسمها الكيف. الكيف ده وهم بتعودوا نفسكوا عليه عشان يتحكم فيكوا بعد كده. خلاص بقى، خلاص بقى، ابوسك يا اخي، خف عني بقى، عايز استحمى يا اخي، جدتي بتاكلني انا في عرضك يا ابو صلاح. الله، انا صغور ده القرف يا ابننا نهار. طب هيبوسه بقى يا جدع بلاش لعبها يا اخي. طب حاسب صباعك التاني حاسب. اكل العيش ما فيهوش عيب يا ابو صلاح، ودي شغله انا بكسب منها كويس. شغله ما تشرفش وما يصحش ابدا تستمر فيها. انت ناس ابوك الله يرحمه كان مين؟ كان مين؟ كان رجل فاضل من اعظم رجال التربيه والتعليم. وماله؟ ما انا برضو فنان طبعا، ضابط ايقاع ومتعايد حفلات قد الدنيا. قصدك رقاق وبلطجي ليل ومسك. الله 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 الله، هي دي الحقيقه، والخيبه اللي انت فيها سببها الهباب اللي بتشربه ده. استغفر الله العظيم يا جدع، ما تقولش كده على النعم. انا مش بهزر، ما هو ده اللي فادك وخلاك تسقط 10 سنين في كليه الحقوق وتترفد من سنه ثالثه ويضيع مستقبلك وتصيع مع الرعاع والافاقين. بقول لك ايه يا ابو صلاح، كل واحد عارف مصلحته فين، وانا ما بمدش ايدي لحد. ما هو ده اللي انت فالح فيه، الغلبه واللماضه وبس. انا فالح في حاجات كتير قوي، بس انت اللي مش عايز تفهمني. طول عمرك فالح في الخيبه. بقى الخيبه اللي بتكسب دلوقتي. صدقني عصر الشهادات والوظايف انتهى، ما بقاش ياكل عيش. يا سلام، امال ايه بقى اللي بياكل عيش يا فيلسوف؟ تفتيح المخ. احنا في عصر تفتيح المخ. طب ولما هو كده ليه بتقفل في مخك بالهباب ده؟ بالعكس، ده انا بدهبزه وادهرزه عشان يبرعش ويحنكش ويبقى اخر طعطعه. ايه ده الالفاظ دي؟ اللي يسمعك يفتكرك مولود في غرزه. انا مش عارف بابا الله يرحمه خلفك ازاي. زي الناس.